في خطوة وصفت بالتاريخية، أكد مجلس الأمن الدولي في مسودة مشروع قراره الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية على استمرار دعمه للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. وتنص مسودة القرار التي سربت قبيل التصويت الرسمي المنتظر هذا المساء على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وذلك من أجل دعم مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة. كما يركز مشروع القرار الأممي على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت سيادته الوطنية، باعتباره الحل العملي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع، وهو ما يعد تأكيدا جديدا لموقف المجتمع الدولي المتنامي الداعم للمبادرة المغربية.